اول حاجه بغيت العيالات يفهموا يسمعوا بعدا كاين ويفهموا. غنبداكم بواحد القصه بسيطه. واحد القصه مشوقه انت كنتي حكيتيها لي قبل. وباش ما نخبل يعني نبخلوا على كاع المستمعات ياخذوا الفكره من الحضاره ومن التاريخ. الور سمعوا الله يرحم والديكم. الملكه الفلانيه فلانه الفلانيه في اواخر القرن السابع عشر شرفات تكمشات فين ما تشوف راسها في المرايه تتفقص تتمرض دخلت في انهيار عصر ولا تصدع عليها هي اللي كانت بالحفلات وكان كل شيء تيبغيها والجمال وراها مالكه ما شاء الله كانت معروفه بالجمال ديالها ياك. الور شرفات تكمشات رجعت عقيريشه ياك ما حملاتش راسها فين ما تشوف راسها في المرايه تتفقص تتمرض تلقات البراح اللي جا دواني نوزن الوزن ديالو الوزن ديالو نعطيه ليه في المقابل ذهب. يعني الوزن ديالو كله ذهب هذاك اللي جاي دواني. الناس سمعوا هذا الشيء من الغد العشرات في الصباح وفي العشيه وبالليل تيجيوها اللي اطباء واللي ايربوريست العشابه وتيجيوها جميع الناس اللي هذا كل شيء باغي يربح الذهب. اليوم غدا عامين متابعه فين ما تطل عليها هي على وجهها في المرايه تتفقص وتمرض حتى ولا تصدع عليها البيت ما بقاش باغا تخرج طلع عليها الزعل وهي تطلق البراح قالت لهم الناس اللي جاي داويني وما داوانيش ندخلوا طول عمره للحبس. هي تعطيه مثقل الوزن ديالو ذهب يدخلوا للحبس الا ما داواهاش حيت طابت مسكينه الله يكون في عونها. الور مده 6 شهور ما جا حتى واحد ما دق الباب ديالها حتى لواحد النهار واحد السيد السلام عليكم وعليكم السلام طق اش بغيتي بغيت الملكه لاش بغيتيها وبغيت نداويها ضد الشرف ديالها التجاعيد ديالها تكماش. بون صبر اخويا هنا مشاو قالوها لها قال لهم هذا السيد تهمني جيبوه جابوه قالت له واش عرفتي الشر ديالي قال لها معلوم ما عرفت الشر ديالك الا ما يبقى من في السجن هي الا ما داويتكش دخليني طول عمري للحبس. قالت لي انت اللي بغيت بدا تعطيها دي تيزان تشرب اليوم تشرب غدا الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث وهي ما عارفه شنو هاد ما عارفاش اش كاين اش يعطيها تتشوف راسها في المرايه تيبان لها بدات تجبد شويه اليوم غدا ولات حاضيه راسها الله اليوم مشات التكميشه كل نهار تتجبد هي تاكد وفرحات داكشي عطى نتيجه الله يرحم والديك طارت بالفرحه. الور خرجت من البيت ديالها حلقات دارت الحفلات الناس كلهم شافوا هي فعلا الملكه تغيرت وبدات تتصغر الفرحه ديالها ما عندها حد. قالت لهم عيطوا على هذا السيد جا هذا السيد قالت له فعلا انت عندك الحق عبروه وزنوه وداك الشيء اللي جا في الوزن ديالو عطاوه ليه ذهب عطاوه الذهب ديالو هو فرحان هي فرحانه تبغي يخرج تقول لي اجي لهنا ما تعرف السر ما تبيعش لي هذه الوصفه ديالك هذه لا فورمول قال لها اييه اش بغيتي دور رجوع على اليمين دور رجوع على اليسار هز راسو الفوق بقى يشوف قال لها بغيت هذا القصر قالت لي خوديه وردته لور شريف. اذا اعطيني السر ديالك اعطيني الوصفه اش كنتي تعطيني قال لك كنت نعطيك اليازير وشنو اخر واليازير وشنو اخر واليازير ويلي انت هذا الوقت كله تعطيني غير اليازير قال لي انا تنعطيك غير اليازير وكيف اليازير على طول الشوف ديالهم وموجود سي اون بلانت كي فولغار وموجود بكثره مع الوقت تهملات هذه الوصفه وتناسات. اذا انتم العيالات فهموا الحكمه والسر في كاين الازير لو ميور بريز اورال كوم اونتيريد سي لو رومارا يعني نشربوه على شكل تيزان يعني الله يعطيك الصحه ميها دافيه ونخليوه حتى كيطلق ومن بعد كنشربوه وراه هو مقاوم للتجاعيد وتعطي التالق اللي كتمناه كل مره. اذا شوقتينا دكتور جمال اليوم غنهضروا على اليازير. الور غنهضروا دابور على استعمالات اليازير في التداوي بالاعشاب الطبيه المغربيه والمعرفه الشعبيه. اليازير تسمى ازير يازير الكليل اكليل الجبل بركلا هذا في لوريونتال ماروكان وتتسمى حشيشه الارنب في تيسيمت. الور عندنا نفس الاستعمال في جميع انحاء المغرب تنصبوا عليه الماء الساخن حتى الغليان على الاوراق بيان سور ويترك 5 دقائق ثم يصفى ويشرب كمطهر للمعده ومنشط للاكل. دونك عندنا ميم utilisation partout au Maroc l'infusion des feuilles est utilisée comme apéritif. اشنو apéritif qui stimule l'appétit ou qui tonifie l'estomac. دونك عندنا الازير تينبه الوظائف الكبديه دونك اختصاص الكبده وتيوظف الوظائف تينشط الوظائف ديال المراره. دونك عندنا اليازير تيسهل عمليه الهضم. انا نعاود بشويه عندنا
كيسهل علينا عمليه الهضم، كينشط لنا الوظائف ديال الكبده، كينشط الوظائف ديال اللابيل ديال المراره. تنستعملوه حنا في المغرب خاصة للحث وتسهيل الدورة الشهرية عند النساء، خاصة تستعملها. وحنا راه في نفس الوقت راه تنجاوبكم انتم مستمعينا، بمعنى ان اللي عنده هذه المشاكل او هذه الاعراض المشاكل راه الازير الحكمه في ازير. اللي عنده مشاكل ديال الدورة الشهرية تتكون كتجي بالالم، اللي الاسئلة كتجينا كثير ديال الكبد اللي كيكون عندهم احتقان كذلك حتى في التبول، شنو السبب؟ لان ما كنشربوش السوائل وحتى التطهير ديال الكبده راه في الازير. كمل دكتور. الور عندنا هذا الشيء اللي تنستعملوه حنا المغاربه. علاش تنستعملوه؟ عندنا الاستعمال الخارجي في المغرب كنت تنستعملوه. علاش؟ المسحوق ديال الورق ديالو تيلحم الجرح دونك اختصاص الجرح ومطهر. مثال بسيط، حنا عندنا في العروبيه ملي تنخدنوا شي واحد الدراري تيشدوا اليازير تيطحنوه تيشدوا الغبره تيدردروا عليه باش سي ان انتيسيبتيك دونك تيفتك بالجراثيم وكل شيء ولاحم الجرح دونك عندنا الورق الجاف راه تنديروا حتى للصوفه باش الورق ديالو الناشف تنديروا للصوفه باش نحميهم من الليميت من التونيه وكل شيء. الروح ديال اليازير مع الزيت راه ضد الروماتيزم وضد السياتيك. هذا الشيء علاش تيستعملوه المغاربه. الور سمعوا الاستعمال عند النصارى دونك لا فارماكوبي اوكسيدونتال. عندنا اول حاجه ضد لاستيني هي لا فيبليس جينيرال، هي العياء والارهاق، السخفه والعياء. عندنا ضد السيرموناج فيزيك اي انتيليكتويال، وعندنا ضد لا بيرد دو ميموار اللي بمعنى الارق، العياء الجسماني وديال الدماغ والعقل وكل شيء، فقدان الذاكره، هذا اليازير. يعني العيالات خصوصا اللي كيقول لك انا راه كنحط الحاجه وما كنعقلش عليها فين درتها، ما عليها غير بلازير دكتور جمال. ولكن اليازير الى هيبر تونسور تيطلع التونسيون اللي فيه التونسيون مرتفع ممنوع عليه ياخذ اليازير. دونك هو صالح ليبوتونسيون. دونك الرجال غيهمهم اليازير بزاف. هذه معلومه خاصه للرجال اللي كيسمعوا لنا. معلوم حيت اختصاص للضعف الجنسي. الور اليازير قلنا ضد العيا، ضد السخفه، ضد اللي كيحس براسو عيان ومرهق النهار كله وماشي جسماني وديال المخ والعقل وكل شيء. دونك فقدان الذاكره وضد الضعف الجنسي، ضد الهضم، البرونشيت كرونيك، الكوكلوش، لا غريب، دونك ضد الربو، الضيقه، البرد في الصدر، لا غريب اللي عندهم اختناق البروديه كامله. هادشي كله كيفيدهم الازير. ضد اوسي لانفيكسيون انتستينال، لي كوليت، لي دياري، بمعنى عندنا عدوى المعده، الاسهال، المعده مرهره، الصداع، الوجع، لا فلاتولونس، دونك الغازات في المعده وفي المصران. وهادو كيجيونا عليهم كثير ديال رسائل الاس ام اس دكتور جمال كيقول لك انت فخر البطن. الاغلبيه ديال الناس عندهم الكرش، اللي بغى الكرش تحيد فونتر بلا وبغى داكشي راه اليازير. اليازير اللي عنده الغاز في المعده او في المصران ها هو اليازير، يعني بدون اضافات، بوحدو وممتاز. دونك اليازير اختصاص الكبده، دونك هو ضد الهيباتيزم، الالتهاب الكبدي. اليازير ضد العيا التام، الارق والعيا الجسماني وديال الدماغ والعقل وديال فقدان الذاكره. اليازير تيرفع الضغط الدموي، صالح للضغط الدموي المنخفض. دونك اللي طايح ليه التونسيون هو اللي ياخذ اليازير، واللي مرتفع ليه التونسيون ممنوع عليه ياخذ اليازير. اذا اللي عنده التونسيون ولا عنده الضغط الدموي ما ياخذش الله يعطيك الصحه. صالح للضيقه، الربو، البرد في الصدر، لا غريب، صالح العدوى ديال المعده، الاسهال، المعده مهرهره، الصداع والوجع في المعده، صالح للغاز في المعده وفي المصران، صالح للالتهاب الكبدي، العدوى ديال الكبده. الور هنا وقفنا ضد ليكتار بار هيباتيت اي بار اوبستركسيون، ضد لا سيروز دو فوا وضد ليتياز بيليير، بمعنى الحكه الناتجه عن عدوى الفيروس، وهذا مشكل مطروح الناس بزاف ديال الناس كيسرتوا على هذه القضيه هذه، وتنتوصل انا بزاف ديال هذه الرسائل. هاد الحكه الناتجه سواء عن العدوى ديال الفيروس الهيباتيت ولا على انسداد ديال العروقه ولا ضد التشمع الكبدي ولا ضد الحجر في المراره. دونك اللي عنده الحجر في المراره عليه باليازير. كاينه حتى واحد الوصفه اخرى سهله وزوينه، نص كاس زيت البلديه قبل الفطور بالنعاس، رحمه تحيد الحجر من المراره وكل شيء بيان سور. هذا وما تنساوش الزيت البلديه راه الويل دا ريبرودكسيون راه كلها فيتامين او. دونك عندنا ضد لا ديسبيبسي اتونيك، بمعنى لا ديجيستيون ديفيسيل او دولور غاستريك، تعثر الهضم
وضد المغيس المعده والصداع وكل شيء. اذا هاد الاشخاص كلهم اللي حنا تنسردوا الحالات ديالهم راه كيفيدهم الازير. الله يعطيك الصحه. ضد الروماتيزم، ضد لاكوت اللي عنده لاكوت لاسيد اوريك ان اكسي داسيد اوريك دون لو سون، دونك ضد الصداع والوجع ديال الدوره الشهريه. هنا فين تنتلاقاو مع التداوي بالاعشاب الطبيه المغربيه. هنا دونك ضد لا ديسمينوري ولا ضد لي ريغل دولوروز، ضد لا ميغران الشقيقه. شحال من واحد عنده شقيقه؟ عليكم باليازير. ضد خاصة ضد لافيكسيون دو سيستيم نيرفو، ضد ليستيري، ضد ليبيليبسي، ضد لي سيكال دو باراليزي، ضد لا فيبليس دي مومبر، بمعنى العدوى ديال المخ، الصرع، الاثار الدائمه اللي تيتركها او اللي تيخليها الشلل، ضد ضعف الاعضاء الرجلين واليدين، ما تنسمعش مزيان. الور ضد الانتفاخات والتوترات العصبيه الهيجانيه. دونك الانفعالات، كاين بزاف من الناس اللي كينفعلوا كيكونوا عصبيين منفعلين، اللي عيشوري وريوغو نازلين والفم ناشف والحاله حاله الله. دونك ضد هاد التوترات كلها. ضد اوسي التاثيرات على القلب الناتجه عن التوتر العصبي ولا الدوخه. الناس اللي كتجيو بالدوخه بزاف، اللي كتجيو اليازير، الناس اللي تروب الكاردياك يعني الدوخه نقدروا نعطيوها حتى المراه الحامل اللي كتجي هاد الحالات ديال الدوخه. المراه الحامله ما نعطيوها حتى حاجه، المراه الحامله نعطيوها غير ربع ولا نص معلقه ديال الكمون صافي. الله يعطيك الصحه. اذا بالنسبه للحالات قلنا ديال الدوخه ما عليكم غير بالازير، هذا بالنسبه للاشخاص العاديين. اما المراه الحامل تبعد تماما من الازير، قلنا ان ما عليها غير شنو 4 معلقه ولا نص معلقه ديال الكمون. انا جاوني شحال من حالات العيالات اللي قل من 3 شهور تيطيحوا بنادم. درت البحث تعيد في الاخر عطيتهم غير الكمون، الحمد لله تعطي نتيجه فعاله لواحد الدرجه كبيره. دونك هذه الاغلبيه ديال الامراض اللي تيداويها اليازير. اليازير عشبه وحده، ما نساوش اليازير راه صالح للشعر، سي اون بلانت اسونسيال ديال الشعر. هادشي اللي كنت نقول لك، يعني الجزء الثاني غنخصو التجميل بالازير، ما شاء الله راه كاين فيه كثير ديال الوصفات، لا الشعر لا البشره لا الجسم. والاكل، في الاكل اللي راكو في لي بات وفي الميور جامبون راه اشنو عاطينو الدخان ديال الفومي اباز دو روماران. دونك صالح بزاف الحوايج، لا الماكله ولا الدواء. الالتهاب الكبدي وهذا مهم بزاف. ويلا انا قبل ما ندخل لهنا اللونتين راه توصل 3 المكالمات كلهم تيهضروا على ليباتيت فيرال سي. دونك هذا واللي موالين ليباتيت فيرال سي بين عريضتين. ما تنساوش الله يرحم والديكم، رقم العشبه رقم 1 ليكم هي الخرشف، الاوراق الخرشف اللي تلوحوا. دونك قلنا ضد الحكه الناتجه عن عدوى الفيروس الهيباتيت او انسداد ديال العروقه او التشمع الكبدي السيروز دو فوا، ولا ضد الاتياز بليير الحجر في المراره، تعسر الهضم، ضد المغيس المعده والصداع، ضد الروماتيزم، ضد لاكوت، ضد صداع ووجع الدوره الشهريه عند العيالات، ضد الشقيقه، ضد العدوى ديال المخ، ضد الصرع، ضد الاثار لي سيكل اللي تيبقاو. دونك على الايونيمي بلاجي بارسيل لا توتال، دونك شلل ديال بدايه نسيان، ضد ضعف الاعضاء الرجلين. انا يلاه البارح جاو عندي 3 عندهم هذا المشكل، دونك تيجيو عندي حالات خاصين. اليازير نافعهم لواحد الدرجه كبيره ضد الانفعالات الهيجانيه والتوترات العصبيه الكبيره. اختصاص لهم اليازير. الدراري الصغار، دونك هضرنا على ليستيري اونفونتيل، ياك ليستيري اش غنقدروا نسميوها، ضد الدراري الصغار اللي هايجين اللي تقولوا من الحماق تيركبهم كل شيء تيهدنهم وكل شيء. دونك اليازير ممتاز في هذا. قلنا ضد الدوخه اوسي. اليازير قلنا عشبه اساسيه ضد تساقط الشعر. دونك اليازير علاش اليازير حنا بلاد اليازير، واليازير عندنا 2 فرانك وعندنا احسن يازير في الدنيا، وعلاش ما نستعملوش اختي؟ علاش ما نستعملوش؟ في فوائد خلينا كلها. اقل هي شيء، نعطي مثال بسيط، سي في الاروماثيرابي. اقل هي شيء ناخذوا واحد الكاس ديال الزيت البلديه ندفيوه، نديروا فيه واحد 10 نقاطي ديال الروح ديال اليازير، وندلكوا به المفاصل اللي ضارين راه من ذاك الشر فيه. ما تنساوش اي روح راه سي ان انتيسيبتيك وانتيبيوتيك فيروس. دونك اي روح ديال العشبه راه مضاد حيوي في التاك بالجراثيم. اذا حنا خدينا فكره دكتور جمال على عشبه الازير.